السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنكمل التمرين اللي اشتغلنا فيه المره اللي فاتت. اخر الفيديو كنت طلبت مساعدتكم، كنت محتاجه المرتب اللي اقل من 1500 الخليه بتاعته تتلون باللون الاخضر، والمرتب اللي اصغر من 1000 الخليه بتاعته تتلون باللون الاحمر. طيب الكلام ده هو رقم 10 بالظبط، بيقول لك اعمل كونديشنال فورمات للمرتبات، ومش موضح هو ال 1500 دي هتبقى بالاخضر ولا بالاحمر، لكن السؤال بتاعنا كان موضح بالظبط اللي اكتر من 1500 باللون الاخضر واللي اقل من 1000 باللون الاحمر. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنروح على الجدول اللي فيه المرتبات، وبعدين حدد العمود بتاع المرتبات. خلي بالك احنا هنشتغل على ارقام بس، يعني ما ينفعش تيجي تعمل كده، ما ينفعش تيجي تعمل كده، كل ده مش صح. طيب انا عندي المرتبات اللي قدامي دول مفيش مشكله، انما لو عندي المرتبات كتير، يعني انا عندي 500 موظف او 1000 موظف، هقعد بقى ادوس واسحب كده؟ اكيد لا. دوس على اول خليه فيها مرتب، وبعدين دوس على كنترول شيفت سهم لتحت، هتعمل تحديد للعمود ده كله. حدد العمود اللي انت هتشتغل عليه، يعني انت عايز تعمل كونديشنال فورمات او تنسيق شرطي على ايه. بعد ما حددنا الارقام هنروح على قائمه هوم، هتلاقي فيها حاجه اسمها كونديشنال فورماتنج. افتح كونديشنال فورماتنج. احنا محتاجين هايلايت. كل الكلام ده انا كنت شرحته بالتفصيل في فيديو منفصل، هسيب لكم رابط في وصف الفيديو وهيظهر قدامكم على الشاشه. لكن اللي محتاجينه دلوقتي ان احنا نلون الخليه بناء على شرط معين، هنلون هايلايت. طيب الشرط اللي انت هتلون بناء عليه ايه؟ الشرط الاولاني اللي اكبر من 1500، فانا هختار جريتر ذان، وبعدين اكتب هنا الرقم 1500، وبعدين انت عايز تلون الخليه اللي اكتر من 1500 بناء على ايه بقى؟ ايه اللون وز ايه؟ عايز تلونها بايه؟ افتح السهم ده، في عندك حاجات جاهزه. انا بحب اختار اللون بنفسي، فهقول له كاستم فورمات، وبعدين هروح على فيل. ما تنساش تفتح التابه بتاعه فيل، اختار اللون اللي انت عايزه. انا مثلا عايز اختارها باللون الاخضر، وبعدين قول اوكي. تعالوا نقرا كده الشرط تاني، اللي اكبر من جريتر ذان 1500 لونهولي باللون الاخضر، وقول اوكي. هتلاقي فعلا المرتبات اللي اكتر من 1500 بقت باللون الاخضر. طب ثواني، هي 1500 دي ما تلونتش معاهم ليه؟ لو 1501 هتتلون باللون الاخضر. تعالوا كده نعملها 1600 مثلا، وبعدين انتر. ايه اللي حصل؟ العمود ده كله دلوقتي واخد امر ان اي خليه مكتوب فيها رقم اكتر من 1500 لونهولي باللون الاخضر. طيب ممكن اعمل الشرط التاني؟ اعمل الشرط التاني، مفيش مشكله. حدد، هروح كونديشنال فورمات، هايلايت، علشان انا هلون بس مش اكبر من بقى، اللي اصغر من للزان. اللي اصغر من كام؟ اللي اصغر من 1000. فانا هكتب هنا الرقم. انت عايز تلونه بايه؟ افتح السهم ده، وبعدين كاستم فورمات، واختار اللون اللي انت عايزه. احنا عايزينه باللون الاحمر، وبعدين اوكي. اوكي تاني. طب ثانيه واحده، مفيش خليه اتلونت ليه؟ ايوه علشان مفيش حد اقل من ال1000. طب تعالوا كده نعمل ال 1600 دول مثلا 600 بس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الخليه اتلونت باللون الاحمر. معنى كده اللي خد باله وملاحظ معايا ان دلوقتي العمود ده متضاف عليه شرطين في الكونديشنال فورمات. طيب المطلوب اللي قبل ده بقى، لان احنا نطينا المطلوب رقم 9 ورحنا على ال10 على طول. تعالوا نشوف المطلوب كان رقم 9 ايه. اضافه كومنت على العلاوه، بحيث نكتب العلاوه لا تزيد عن 500. يعني ايه كومنت؟ تعليق او ملاحظه بتضيفه في الاكسل. طب لازمته ايه؟ لازمته ان انت بتفكر نفسك او بتفكر زمايلك اللي شغالين معاك على نفس الشيت ده بحاجه معينه. احنا عايزين نفتكر كلنا ان العلاوه لا تزيد عن 500. ما ينفعش نكتب الكومنت ده على الواتساب، مش هنفتكر. مهم قوي تكتب الملاحظات الخاصه بشغلك على الاكسل في الاكسل نفسه. طيب ازاي يعمل بقى كومنت على الاكسل؟ روح على قائمه اسمها ريفيو، هتلاقي في حاجه اسمها نيو كومنت. الاول لازم تقف على الخليه اللي هتضيف عليها الكومنت، وبعدين قول له نيو كومنت. انا كده بضيف كومنت جديد. طبعا الكومنت بيجي باسم الجهاز بتاعك، اكتب الكومنت اللي انت عايزه. طبعا اصدار الاوفيس بيفرق، هتلاقي ساعات الكومنت ما بيبقاش شكلها كده، بيبقى شكلها تكست بوكس بس. عادي مش هتفرق. بعد ما تخلص دوس على بوست، وبعد كده دوس في اي حته بعيد كده. اول ما تقف على الخليه دي هتلاقي في كومنت ظهر عندك بيقول لك من فضلك العلاوه لا تزيد عن 500، وكمان مكتوب التاريخ. طبعا ده بالنسبه لاوفيس فوق ال 2019. 2016 و2019 هتلاقي فيها الكومنت بتكست بوكس عادي، مش هتلاقي الشكل ده. انما الاصدار ده 365، فهتلاقي الشكل بيفرق شويه في الكومنت، لكن هي نفس الفكره. طبعا لو انا واقف بعيد كده الكومنت بيختفي. طيب ممكن اضيف كومنت في اي خليه تانية؟ اقف في الخليه اللي انت عايزها وضيف الكومنت، مفيش مشكله. وبعدين دوس بوست او دوس في اي حته خليه فاضيه، هتلاقي في علامه كده ظهرت على
الخليه لو قربنا شويه معناها ان هنا في كومنت، لو وقفت بعيد الكومنت بيختفي، لو رحت على الخليه الكومنت بيظهر. المطلوب رقم 11 عمل سورت وفلتر للمرتبات. يمكن هنا مش محدد السورت والفلتر ازاي، لكن خلينا مثلا نقول احنا عايزين اللي اكتر من 1500 هي بس اللي تظهر معايا والبقيه المرتبات تختفي. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هروح اقف في الجدول اللي محتاج اعمل فيه سورت وفلتر، وهروح قائمه هوم، هلاقي في حاجه اسمها سورت اند فلتر اللي هي دي. ساعات بتلاقي شكلها كبير وساعات بتبقى شكلها صغير كده، ايا يكن اصدار الاوفيس اللي عندك. دور على السورت والفلتر او علامه القمع الصغيره دي، افتح السهم ده وقول له فلتر. طيب انا كده ضفت فلتر على الجدول، اشتغل بيه ازاي بقى؟ كل عمود دلوقتي بقى فوقيه سهم صغير، السهم ده ممكن تعمل بيه سورت وفلتر للبيانات بتاعتك. كنا شرحنا في فيديو قبل كده السورت والفلتر بالتفصيل، هسيب لكم ليه رابط في وصف الفيديو هيظهر قدامك على الشاشه. مهم جدا تتفرج على الفيديو ده علشان تعرف ممكن تعمل ايه بالسورت والفلتر بالتفصيل. لكن خلينا نشتغل على التمرين اللي قدامنا. مطلوب عمل فلتر على المرتبات بحيث ان المرتبات اللي اكتر من 1500 بس هي اللي تبقى ظاهره معايا وبقيه الجدول يبقى مختفي. افتح السهم الخاص بالمرتبات، طبعا كل عمود قدامه سهم او عنده سهم صغير كده، افتح السهم ده وبعدين قول له نمبر فلتر. انت عايز الفلتر بناء على ايه؟ انا عايز اللي اكتر من جريتر ذان. طيب اللي اكتر من ايه؟ اكتب هنا الرقم اللي انت عايزه 1500. اول ما هدوس اوكي هيظهر بس المرتبات اللي اكبر من 1500. طب الباقي اتمسح؟ لا ما اتمسحش، في عندك علامه القمع الصغير ده معناه ان العمود ده معمول عليه فلتر. طب اشيل الفلتر ازاي؟ دوس على الفلتر وبعدين قول له كلير فلتر، هيرجع الجدول زي ما كان. طيب لو انا عايزه اشيل الفلتر خلاص انا مش محتاج الفلتر على الجدول ده، روح على قائمه هوم سورت اند فلتر، افتح السهم وبعدين دوس تاني على فلتر، هيتشال الفلتر من الجدول عندك خلاص. طيب المطلوب اللي بعد كده، المطلوب رقم 12، بيقول لك تحديد الدرجة الوظيفية لكل موظف بحيث الموظف اللي بيزيد مرتبه عن 1500 يتكتب له في الخلية درجة أولى، وغير كده يتكتب له في الخلية درجة تانية. هعمل الكلام ده ازاي؟ ده الموضوع سهل خالص. هروح على الدرجة الوظيفية بتاعة الموظف وبعدين هبص على مرتبه. المرتب أقل من 1500 هكتب أنا بإيدي هنا درجة تانية، وبعدين هنا برضو درجة تانية لأن ده أقل من 1500. الحمد لله ده أكتر من 1500 هيكتب له درجة أولى، وده كمان هيكتب له درجة أولى، وهكذا بقى. وناخد سنة بقى علشان نطلع الدرجة الوظيفية لكل الموظفين اللي عندنا في الشركة. اكيد لا، اكيد مش هي دي الطريقه. طب امال هنطلع الدرجه الوظيفيه ازاي؟ هنستدعي داله من اهم دوال الاكسل وهي داله اف. داله بتتخذ عني القرار. يعني ايه؟ بيبقى عندي مساله او مطلوب في شرط معين، الشرط ده احتمال يتحقق واحتمال لا. زي ما هنا كان بيقول لك تحديد الدرجه الوظيفيه لكل موظف حيث الموظف اللي بيزيد مرتبه عن 1500. ده شرط، ده صح. ادام في شرط يبقى في داله اف على طول، يبقى في داله اتخاذ القرار على طول. خلي بالك ساعات بتبقى انت واقف هنا واقف هنا واقف هنا، ركز انت بتعمل ايه. اقف في الخليه اللي عايز الناتج يطلع فيها. فانا هقف في الدرجه الوظيفيه، المفروض عايزين الدرجه الوظيفيه. طيب وبعدين هستدعي داله اف. ازاي هستدعي داله اف بقى؟ فاكرين لما كنا بنستدعي الدوال البسيطه من قائمه هوم ونفتح السجمه دي، افتح السهم اللي جنبها هتلاقي فيها كل الدوال البسيطه، بس مش هتلاقي اف للاسف. طيب امال اعمل ايه؟ يا اما تقول له مور فانكشن علشان يفتح لك كل دوال الاكسل، يا اما اقفل وهقول لك طريقه تانية. هتقف زي ما انت في الخليه وبعدين هتروح الفورمولا بار او شريط الصيغ. في اداه موجوده في الشريط ده لو وقفت عليها هتلاقيها اسمها insert function او اضافه داله او اضافه معدل. افتح insert function او دوس عليها، هيفتح لك برضو كل دوال الاكسل. طبعا دي اسهل من انك انت تروح هنا وتقول مور فانكشن والكلام ده. طبعا في طرق تانية كتير علشان نستدعي بيها الدوال، لكن احنا متفقين من المره اللي فاتت ادام احنا بنشتغل في تمرين بسيط يبقى خلينا شغالين بالطريقه البسيطه. لو انت بتتعامل مع داله اف كتير هتلاقيها قدامك هنا في موست ريسنتلي، حاجه هنا اسمها موست ريسنتلي او الدوال اللي بتستخدمها كتير. طيب لو ما لقيتهاش هنا افتح السهم ده واختار اول معناها اظهر لي كل دوال الاكسل، ومن هنا هتلاقي دوال الاكسل كتير جدا جدا جدا. طيب انا محتاج داله اف، هقعد انزل بقى واقعد ادور كده في اف، يا خبر ده انا كل ده ولسه ما جبتش حتى الدي. طب هعمل ايه؟ طبعا الدوال دي مترتبه ترتيب ابجدي. كل اللي عليك انك تتاكد انك انت بتكتب بالانجلش، لغه الكتابه عندك انجلش،
الانجليش، وبعدين حدد اي داله قدامك ودوس على حرف الاي. اشمعنى الاي؟ لان اول الاف اي، اول ما تدوس على حرف الاي بيجيب لك كل الدوال اللي بتبدا بحرف الاي، ويبدا باف، وبعد كده لو نزلت شويه هتلاقي فيه كل الدوال اللي بتبدا بحرف الاي. طيب هنرجع تاني اف وبعدين قول اوكي. اول ما تستدعي داله اف هتطلب 3 حاجات الاول قبل ما تشتغل معاك، وهتقف على الباب كده ومش هتشتغل الا ما تديها ال3 حاجات دول. طب ايه هم ال3 حاجات؟ لوجيكال تيست، الشرط اللي في المساله ايه؟ لوجيكال تيست. وفاليو اف ترو، لو الشرط اتحقق اعمل لك ايه في المساله او اعمل ايه في الخليه. فاليو اف فولس، لو الشرط ما اتحققش اعمل ايه في الخليه اللي انت واقف فيها دي. طب ثواني، هو انا هطلع ال3 مطالب دول منين؟ من المساله. هو بيقول لك الموظف اللي بيزيد مرتبه عن 1500، ثواني يزيد مرتبه عن 1500، يبقى هو ده الشرط اللي عندنا. طيب لو الشرط ده اتحقق تعمل ايه؟ تكتب في الخليه درجه اولى. طب لو الشرط ده ما اتحققش، يعني كان اقل من 1500، هتكتب درجه ثانيه. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ اقف في اللوجيكال تيست دي، الشرط عندنا، اقف كليك هنا، يعني اتاكد ان هنا في مؤشر بينور ويطفي، وبعدين اعمل الشرط المرتب بقى اكتب المرتب كده ولا اكتب 600 ولا اعمل ايه؟ فاكرين لما كنا بنقول الاكسل بيفهم اسم خليه مش محتوى؟ ما ينفعش نكتب محتوى، ما ينفعش نكتب رقم، امال اعمل ايه؟ اكتب اسم خليه. طب انا هكتبها بايدي؟ لا، روح بس دوس على الخليه اللي فيها المرتب بتاع احمد، دوس كده كليك، هتلاقيه اوتوماتيك كتب لك هنا سي 2. طيب سي 2، وبعدين هو بقيه الشرط بيقول ايه؟ المرتب اكبر من 1500. اكبر من اعمل علامه اكبر من. طب هكتبها ازاي؟ وانت بتكتب بالانجلش شيفت وزين، وانت بتكتب بالعربي شيفت ودال. المهم ان دي اكبر من، يبقى وشها ناحيه الشمال كده. طيب اكبر من كام؟ 1500. لو الشرط ده اتحقق اف هتعمل ايه؟ داله اف هتكتب في الخليه درجه اولى. لازم تقول لها هنا تعمل ايه لو الشرط اتحقق وتعمل ايه لو الشرط ما اتحققش. هدوس هنا كليك وبعدين هكتب درجه اولى بمنتهى البساطه. طيب ولو الشرط ما اتحققش، فاليو اف فولس، لو الشرط ما اتحققش هتعمل ايه؟ اف هتكتب لك درجه ثانيه. اكتب انت بايدك درجه ثانيه. على فكره لو في مشكله في اف هتلاقي هنا في كلام بالاحمر، انما لو الدنيا تمام كده ومفيش اي كلام بالاحمر هنا، اعرف ان انت ماشي صح. طيب يبقى انا كتبت اللوجيكال تيست، الشرط عندي، وفاليو اف ترو لو الشرط اتحقق تعمل ايه، وفاليو اف فولس لو الشرط ما اتحققش تعمل ايه. هو مين اللي تعمل؟ اصل انا نسيت داله اف، احنا فاتحين داله اف. طيب هقول اوكي وهشوف كده داله اف اشتغلت لوحدها ولا لا. يا خبر ابيض، ده كتبت لوحدها درجه تانية. هي عرفت منين؟ ما احنا اللي كاتبين الكلام ده لسه. طيب انت مش عماله تقولي لنا ان الاكسل ده ذكي؟ طب ممكن نعمل اوتو فيل علشان نطبق الكلام ده على كل الموظفين اللي عندي؟ طبعا ينفع نعمل كده. امال الاكسل معمول ليه؟ علشان يساعدني ويسهل عليا الشغل. انا هقف هنا على الاوتو فيل وبعدين هدوس دبل كليك، هيطبق الكلام ده على كل الموظفين اللي عندي. لو عندي 1000 موظف، خلاص عملت الكلام ده في اول موظف بس، وبعدين عملت اوتو فيل اتطبق على كل الموظفين. طيب لو في مشكله عندي في اف، كتبت الدرجه تانية غلط، كتبت الدرجه اولى غلط، خلي بالك المعادله عندك قدامك اهي في الفورمولا بار. مش مستحب ان انت لو لسه مبتدئ تشتغل على اف من هنا، انما لو انت فاهم بتعمل ايه ممكن تعدل من هنا في الفورمولا بار. ده انا لسه مبتدئ خالص وفي عندي مشكله في الرقم او مشكله في حاجه من الحاجات دي، اقف على الخليه اللي فيها اف ودوس على انسيرت فانكشن، هتفتح اف تاني. عدل زي ما انت عايز وقول اوكي، وبعدين اعمل اوتو فيل عشان تطبق التعديل ده على كل الموظفين. ده اللي تقف من الدوال المهمه جدا جدا في الاكسل، وكتير قوي هتلاقيها بعد كده بتندمج مع دوال تانية. يعني قدام شويه هتلاقي في حاجه اسمها صم اف، كاونت اف، فهتلاقي اف مشتركه مع دوال كتير. لو عايز مستواك يعلى في الاكسل اتعلم تتعامل مع داله اف. داله اف احنا كنا شرحناها قبل كده بالتفصيل، هي واف المركبه برضو مهمه قوي. هسيب لكم رابط في وصف الفيديو هيظهر قدامكم على الشاشه. مهم قوي تتفرج على الفيديو لو اول مره تسمع عن الداله دي. المطلوب اللي بعد كده عمل الجدول التالي في شيت جديد باسم رسم بياني، وبعدين عايزين نعمل رسم بياني خاص بالجدول ده. انا عملت شيت جديد باسم رسم بياني وكتبت فيه الجدول. محتاجين بقى نعمل الرسم البياني. من اسهل الحاجات في الاكسل انك تعمل رسم بياني. كل اللي عليك انك انت تحدد الجدول اللي هتعمل عليه الرسم البياني. لو انت واقف بعيد كده وقررت ان انت تعمل رسم بياني، الاكسل هيقعد يضحك عليك. انت بتعمل رسم بياني على ايه؟ لازم تحدد الجدول اللي هتعمل عليه رسم بياني. فانا هحدد الجدول ده. طبعا عندنا اكتر من طريقه، انا هدوس في وسط الجدول واعمل كنترول ايه
علشان احدد الجدول. وبعدين هتروح قائمة insert، هتلاقي في حاجة اسمها recommended chart. ساعات تلاقي recommended chart وساعات ما تلاقيهاش. هو الجزء ده كله كده خاص بالتشارت، يا اما تنقي شكل التشارت اللي انت عايزه، يا اما تقول له recommended chart. هيفتح لك النافذة دي، ما تعملش فيها اي حاجة، قول اوكي. بس كده يا عم، بمنتهى البساطة انت عملت رسم بياني على الجدول ده. بعد ما ضفت الرسم البياني، انت ممكن تعدل بقى في الستايل بتاعه، وممكن تعدل في الشكل بتاعه. انت ما كنتش عايزه عواميد، انت كنت عايزه اي حاجة تانية. هتروح القائمة الخاصة بالتشارت ديزاين، هتلاقي فيها كل الكلام ده. انت ممكن من هنا تغير الستايل بتاع الرسم البياني، ممكن تغير الالوان بتاعة الرسم البياني، ممكن كمان تغير التايب، تشينج تايب، علشان تنقي اي نوع تاني. ولو عايزه ثلاثي الابعاد كمان، انت ممكن تختار ثلاثي الابعاد وبعدين تقول له اوكي. كده انت عملت الرسم البياني. طبعا الرسم البياني احنا كنا شرحناه قبل كده بالتفصيل في فيديو منفصل، هبقى اسيب لكم رابط في وصف الفيديو، هيظهر قدامك على الشاشة. مهم لو انت ما تعاملتش قبل كده مع رسم بياني، مهم تشوف الفيديو ده. بكده نكون خلصنا التمرين ده بتاع الاكسل، حلينا فيه كل المطالب. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك وشاركوه مع اصحابكم علشان الكل يستفيد. كمان مستنية ارائكم وافكاركم في تعليقات. لو عندكم اي استفسار او فكرة لفيديو جديد، اكتبوا لي في التعليق وانا هرد عليكم بنفسي. ما تنساش دايما تتعلم ببساطة وتحب اللي انت بتتعلمه. واخيرا، لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشتركوا في القناة دلوقتي، فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.